انا اتجوزت مرتين، او بمعنى اصح امي بعتني مرتين لناس اغنياء علشان يصرفوا عليا واعيش مبسوطه، وهي كمان ينوبها من الحب جانب وتعيش مبسوطه. بس اللي حصل لي كانت مفاجاه، والنهايه كانت كارثه. اسمعوا حكايتي وقولوا لي رايكم فيها ايه علشان اقدر اتصرف واقدر اختار. ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وصاحبة المشكلة بتقوله: من وأنا عندي 14 سنة كنت بنت جميلة وجسمي سابق سني. هنا أمي قالت لي لازم تتجوزي، البنات الحلوة اللي زيك لازم تتجوز، وتتجوز راجل يوزن تقلها دهب. وهنا لقيتها جايبه لي عريس كان غني جدا، وقالت لي لازم تتجوزي العريس ده علشان هيعيشك عيشة مرتاحة، واحنا كمان هنعيش جنبك مرتاحين. واحنا ساعتها كانت ظروفنا تقريبا تحت الصفر. ساعتها وافقت وقلت لها ماشي، لاني ما عنديش خبرة في الحياة، وكنت مبسوطة وفرحانة زي اي واحدة بفستان الفرح. وفعلا تمت الجوازة ودخلت عنده البيت. بيت كبير جدا وهم أغنياء فعلا، بس للأسف شفت إنسان قذر بمعنى الكلمة. كان بيعد عليا الأكل، حتى لو كنت هاخد رغيف كان بيعده عليا ويقول لي كفاية رغيف واحد. الأكل حتى كان بيحطه بإيده ويقول لي هم 3 معالق أو 4 معالق، وكنت تقريبا بقوم جعانة. بخل عمري ما شفت زيه. ده غير كمان الإهانة والضرب، وتقريبا كنت كل شهر بروح أجبس حتة من جسمي. وكنت مرجع لأمي وأقول لها أنا عايزة أطلق، الإنسان ده مش كويس. كانت تقول لي إيه المشكلة، اصبري بكرة يموت وتورثيه. لحد ما رضيت بالأمر الواقع وعشت معاه 8 سنين. وخلال ال8 سنين دي ربنا كرمني بولد وبنت منه. وكل سنة كنت أستنى وأقول بكرة هيموت زي ما أمي بتقول، بس للأسف صحته كانت بتيجي على أهانتي وضربي، وبخله كان بيزيد يوم عن يوم. لحد ما جه في يوم وامي كانت عندي زياره ومسكني ضربني كالعاده، ولقيت امي اول مره تعملها صعبت عليها فجت تدافع عني. وهنا اول ما شافها راح ماسكها من شعرها ورماها بره البيت وشتمها وهزها. هنا قلت خلاص امي هتاخد موقف وهتسمع كلامي وهتطلقني منه. اتفاجئت بيها وهي بتقول لي ايه المشكله، كل الرجاله بتتنرفز، كان المفروض اني اقعد ساكته او ما اتدخلش، لانه كان ساعتها شايط، فده الغلط غلطي وانا اللي المفروض ما كنتش اعمل كده. فاستغربتها جدا، واستغربت اكتر لاني عارفه ان هو مش بيديها حاجه، ولا عاشت العيشه المرتاحه اللي كانت بتتمناها، ولا بتاخد منه اي شيء. بل بالعكس، ده هي اللي بتجيب له هدايا واحيانا بتجيب له اطقم داخليه. فكنت مستغربه الوضع كله على بعضه. اخر ما زهقت فكرت وقلت انا لازم اتصرف، لازم امشي من البيت ده. اعمل ايه؟ وساعتها جات لي فكره اني اتصل على محامي علشان اطلب ان هو يمشي لي في اجراءات الخلع. وفعلا المحامي مشي في الاجراءات وانا لسه قاعده في البيت وهو ما يعرفش حاجه، لحد ما جت الجلسه واتحكم لي بالخلع. وهنا رحت وانا فرحانه وقلت له خلاص انا خلعتك ولازم كل واحد يروح لحاله. اول ما سمع الكلمتين دول فضل يضرب فيا لدرجه اني كنت هموت في ايده. وفي الاخر اهله حشوه عني وقال لي خلاص انت ملكيش عندي حاجه، وعلشان تمشي من البيت ده لازم تتنازلي عن كل حاجه. ايه هي الحاجه اللي اتنازل عنها؟ قال لي هتنازلي عن عيالك، الولد والبنت، وهتتنازلي عن القايمه بتاعتك، واي حاجه انا جبتها لك هتتنازلي عنها. ساعتها رضيت، قلت له ماشي، اهم حاجه اني امشي واسيب البيت ده ومش عايزه اشوف وشك. ومشيت وما روحتش على بيتنا. ابويا طبعا زعل واتقهر عليا، وانا كنت بحبه ومرتبطه بيه، واضطريت اني ارجع تاني. ولما رجعت قعدت 3 شهور العده اتفاجئت بامي جايبالي عريس تاني غني، وبتقولي هو ده بقى اللي هتتجوزيه وهيريحك ومفيش اي مشاكل عنده. لما اعترضت طبعا قالت لي ليه بتعترضي، انتي مطلقه والناس هتجيب سيرتنا وانتي جميله ومش هتقدري تقعدي كده من غير جواز. وساعتها وافقت وقعدت مع العريس. وهنا العريس اشترط عليا وقال لي ما عندناش ستات تخرج بره البيت ولا حتى تروح عند اهلها ولا تروح السوق، كل حاجتك هتيجي لحد عندك، ومفيش حتى انك تبص من البلكونه. ولما جيت اعترض ماما قالت لي ايه المشكله، ما هياكلك وهيعيشك احسن عيش وهيجيب لك كل اللي نفسك فيه، مش بخيل بقى زي التاني. واضطريت اني اوافق واكمل الجوازه. وعشت معاه سنتين، من اسوأ السنتين اللي عشتهم. نفس السجن اللي انا سبته الاولاني، بس ده كان يختلف شويه. يعني كان بيجيب لي اكل بوفره، وكان بيجيب لي اللي انا عايزاه ولبس، وناس كانت بتخدمني في البيت، بس ما كنتش بخرج وما كنتش بشوف شكل الشارع لا معاه ولا مع امي. حتى البلكونه كان منعني ابص منها. يعني انا كده تقريبا مسجونه، ما استحملتش اعيش. وهنا قعدت معاه وقلت له بص انا كرهت حياتي، ممكن اعمل في نفسي اي حاجه دلوقتي لو ما طلقتنيش. هنا قال لي خلاص اتطلقي بس مش هتاخدي اي حاجه. رضيت
وقلت له همشي ومش عايزه اي حاجه. وفعلا طلقني ورجعت بيت اهلي. وبعد 3 شهور العده بالظبط لقيت امي جايبه لي عرسان. وكل مره كنت بتحجج، وكل مره كنت بتخطب. تقريبا اتخطبت 3 4 مرات وفسختهم بعد ما لبست الدبله علشان اراضيها ومش قادره اكمل الجواز. وفي يوم انا ماشيه في السوق وبشتري شويه حاجات، بصيت لقيت شاب واقف في محل. الشاب ده كان على طول بيبص لي، وانا صراحه كنت معجبه بيه وحاسه انه مؤدب. اتكلمنا مع بعض وهنا قال لي ان هو معجب بيا وبيحبني بقاله مده، وانا كمان حسيت ناحيته اني بحبه ومرتاحه له. وساعتها طلبني للجواز وقال لي انه عايز يجي يقابل بابا. خدته ورحت عند ابويا وامي، وهنا امي اول ما شافته وعرفت ان ظروفه على قده بهدلت الدنيا وحبستني في البيت 3 ايام. ساعتها قلت لها اختاري اختيارين من الاتنين، يا اما اموت نفسي يا اما امشي من البيت ومش هتعرفوا لي اي طريق، حتى لو انتوا كمان متوا قدامي مش هرجع. ساعتها ابويا خاف عليا وقال لي خلاص يا بنتي انا موافق عليه وهتتجوزيه. انا عارفه ان ظروفه كانت على قدها، وهو كان يتيم الاب والام وما كانش ليه حتى اخوات، وكان طيب جدا لاقصى حد ممكن تتخيلوه. وكل اللي حيلته شقه في اول دور، مش كمان تسمى اول دور، لا ده هي عامله زي البدروم كده، اوضه وصاله وحمام. وساعتها لما قال لي ظروفه قلت له انا موافقه على اي حاجه. وما كانش قادر ساعتها يجيب اوضه نوم، وساعتها رحنا علشان نجيبها بالقسط. وامي كانت بتشتغل موظفه، فابويا جه قال لها تعالي اضمنيهم، فكانت رافضه في البدايه. بعد ما ابويا اتحايل عليها وانا حاولت معاها في الاخر رضيت، وفعلا امي جت ضمنتنا واشترينا اوضه النوم واتجوزنا. بعد ما دخلت بيت الراجل ده حسيت ان انا ما كنتش عايشه قبل كده. كل اللي فات ده ما كانش جواز، ده كان استعباد. واحد برغم ظروفه اللي على قدها وبرغم الحالة اللي احنا عايشينها، يعني يا دوبك أكلنا على قدنا، بس أنا كنت سعيدة جدا ومبسوطة جدا. هو كان راجل حنين ومؤدب معايا وكان نفسه يجيب لي حتة من السماء، بس للأسف ظروفه كانت على قدها. وخلال السنين اللي أنا كنت عايشاها معاه وربنا رزقني منه بولد وبنت، وكنت راضية جدا وعايشة ومبسوطة، وكان بيجيب لي الفلوس اللي كان بيشتغل بيها وأنا أجيب اللي أنا عايزاه. برغم برضو ان الفلوس مش كتير، بس الحمد لله كنت راضية وكنت سعيدة جدا. بس كانت في مشكلة هي الوحيدة اللي مقرقانا في حياتنا. امي. امي ما كانتش سايبانا في حالنا، كانت كل شويه تجيلنا زيارات وكانت بتهينه وبتهزقه وبتقول له انت مش راجل، انت راجل فقير، انت يتيم وملكش اهل، انت مين انت، وانتي كان المفروض ما تتجوزيش واحد زي ده. وكانت تعمل مشاكل كبيره لدرجه انها بتلف على الجيران وبتسبنا وبتسبه وبتقول عليه حرامي. طبعا نفسيته كانت بتشيل لان ما كانش ليه حد، وكنت حاسه انه دايما مكسور وكان بيحط في نفسه لدرجه ان هو كان بيتعب بعدها. وطبعا ظروفنا كانت على قدها وما كانش قادر يدفع اقساط اوضه النوم. ولقينا امي جايه لي في يوم وهي بتزعق وبتشخط فينا ولمت علينا الجيران وتقول يلا يا حراميه، انتوا دلوقتي انا ضمناكوا، انتوا ما دفعتوش القسط، دلوقتي حالا لازم تجيبوا الفلوس بدل ما اوديكوا في داهيه. قعدت اقول لها والله ما في فلوس يا ماما، طب حاولي ادفعيها من معاكي، اتصرفي انت باي شيء لحد ما ربنا يكرمنا. وهي رفضت. وفي الاخر قالت لي خلاص بما اني انا اللي هدفع الفلوس يبقى اوضه النوم دي تلزمني. في البدايه ما كنتش مستوعبه يعني ايه تلزمني، بس بعديها عرفت. لقيتها جايبه عربيه وجايبه عمال وبتخليهم يشيلوا اوضه النوم علشان تاخدها لنفسها. ولما قلت لها ليه كده، انا وعيالي وجوزي هننام على الارض، قالت لي ما يخصنيش، شوف انت هتعملي ايه واعمليه، مش انت اخترتيه وقلت انك متهنيه معاه، خليه ينفعك واقعدي معاه. وطبعا اخدت اوضه النوم وانا نمت انا وهو والعيال على مرتبه على الارض. فضل حزين طول الليل ومش عارف يعمل ايه، ويكلمني ويقول لي والله حقك عليا، انا مش بايدي حاجه، ظروفي والله على قدها، انا لو اقدر اشتغل شغلانه تانية انا اعملها، بس انا مش لاقي، والله انت عارفه ظروفي ماشيه ازاي. وللاسف وقع من طوله في ساعتها بعد ما قعد يعيط زي العيال الصغيره. وبعدها جريت بيه على الدكتور، والدكتور ساعتها قال لي انه جاله شلل نصفي. هنا طبعا ما بقاش قادر يخرج ولا قادر يشتغل ولا قادر حتى يقوم من مكانه. جريت على امي وانا بتحايل عليها وبقول لها يا امي حاولي تساعديني باي حاجه، انا بضيع وعيالي بتضيع. قالت لي ممكن اساعدك عادي بس في حاله واحده بس. قلت لها ايه هي، قولي لي وانا اعمل. قالت لي اتطلقي منه علشان اجوزك عريس انا عيني عليه، والعريس ده مبسوط وهيعيشك سعيده انت وعيالك طول حياتك. استغربتها جدا، قلت لها طب انا دلوقتي العيال في رقبتي والراجل ده تعبان وملوش حد، يتيم تقريبا، انت عايزاني اضحي بيه واسيبه في تعبه علشان خاطر يتقهر ويموت؟ ساعتها قالت لي انا ماليش دعوه،
اللي انا بقوله لك هو ده اللي لازم تعمليه. هتعملي كده هتلاقي الدنيا حلوه معاكي وحالتك اتغيرت وعيالك بياكلوا احسن اكل. مش هتعملي اللي بقول عليه، خليكي بقى قاعده في الفقر وخليكي قاعده جنبه ان شاء الله تموتوا انتوا كلكم. وما كانش قدامي ساعتها الا اني انزل اشتغل. نزلت اشتغلت ليل نهار علشان اقدر اكفي الاولاد واقدر اجيب له العلاج علشان يقدر يقف على رجله. بس للاسف شغلي كان ضعيف جدا، ما كنتش بجيب الا يا دوبك اللي على قد اللي يقدر يعيش عيالي، ومش احسن حاجه. لا قادره البسهم ولا قادره حتى انزلهم في العيد زي الاطفال اللي في سنهم، ولا اقدر اجيب لهم اكل يقدر يقويهم لانهم لسه صغيرين، ولا قادره كمان اجيب له العلاج. مع العلم ان امي عرفت انها شغاله في جمعيه خيريه، يعني بتمسك حالات للناس وحالتها اتغيرت للاحسن وبقت معاها عربيه وبقت لابسه ذهب وعندها بيت جديد. ساعتها كنت مستغربه حاله امي ازاي اتغيرت كده وبقى معاها الفلوس دي كلها. وهنا طلبت منها وقلت لها يا ماما، طب اعتبريني حاله من الحالات اللي انت بتلمي لها تبرعات وافتحي لي ملف، وانا كمان قدام الناس مش هقول اني بنتك، بس حاولي تساعديني باي طريقه علشان اقدر اعالجه وعلشان ااكل اولادي. انا تعبت من كتر الشغل، ويا ريت كمان الشغل بيقضي العيال او بيقضي علاجه، بل بالعكس الناس بتبقى طمعانه فيا وانا بقيت عامله زي المشلوله ومش عارفه اتصرف. حاولي تساعديني باي طريقه كاني حاله من الحالات. وساعتها رفضت وقالت لي هي كلمه واحده: هتعملي اللي بقول لك عليه هتعيشي مرتاحه، مش هتعمليه شوفي انت هتعملي ايه وكأن ملكيش ام. وانا حاليا دلوقتي مش عارفه اصرف على عيالي، حالتنا بقت اسوأ من الاول وهو مريض، مبقاش في امل في شفاه لانه كان عايز مصاريف كتير وانا معيش اصرف عليه، ومبقتش عارفه اتصرف. وحتى شغلي اللي بطلعه ما بيجيبش الا القليل اللي يا دوبك يكفينا حتى عيش حاف، وانا ما بقتش عارفه اتصرف. ده غير طمع الناس فيا لاني فعلا جميله زي ما امي بتقول. فيا ريت تقولوا رايكم في الموضوع، لاني بفكر فعلا اني اتطلق منه واتجوز الراجل اللي بتقول عليه ده علشان انقذ عيالي واصرف عليهم، وفي نفس الوقت اصرف عليه وعلى علاجه حتى لو هو طليقي. فقولوا لي اللي انا بفكر فيه ده صح ولا غلط، ولا ايه رأيكم في الموضوع؟ مبدئيا الله يكون في عونك ويعينك على حالك ويعينك على اولادك ويعينك على جوزك الطيب اللي انت ما شفتيش منه الا كل خير. بس في حاجة كده أو في حلقة مفقودة عندي، وهي مبدئيا لما بتقولي إنك رفعتي قضية خلع على جوزك الأولاني. غريبة إن واحدة بالدماغ اللي مفروض أنت بتقولي ما عندكيش خبرة في الحياة تخططي لموضوع زي ده. الموضوع ده كبير جدا مش أي حد يعمله. يعني كونك تتفقي مع محامي وتدفعي له فلوس، دفعتي له فلوس منين أصلا؟ وإن هو يجيب الإعلانات بتاعة القضية على مكان تاني غير مسكن الزوجية أو غير مسكن الزوج، فدي أغرب حاجة أنا أول مرة أسمعها. فأنا حاسة إن في حلقة مفقودة. بغض النظر عن موضوعك طبعا، الله يعينك على حالك وربنا يصبرك يا رب وإن شاء الله تتحل من عند ربنا. بس في حاجات كده غريبة في حياتك أنا مش فاهمة لها. فكون إن واحدة بالدماغ دي وقادرة إنها تخطط وتدبر وتخلع نفسها، ازاي خرجت من جوازتين مع انهم ناس مبسوطه وهي خسرانه؟ فازاي انت في وسط دماغك كبيره وتدبيرك ازاي تطلعي خسرانه؟ بس ما علينا، اللي حصل حصل. انا ما اقدرش اتكلم في حاجه انا ما اعرفهاش او انا ما كنتش حاضره فيها. بس كل اللي انا اقدر اقوله لك ان ما ينفعش تطلقي من جوزك علشان تتجوزي واحد غني، لانك جربتي قبل كده اتنين اغنياء وطلعوا اوحش من بعض وعايشوكي في سجن. الا اذا لو كنت فعلا استسلمتي وهو ده الحل الوحيد اللي انت عايزه تعمليه، فانت حره. انا ما اقدرش اقول لك اتطلقي او ما تطلقيش، لاني انا حاسه ان الموضوع كده مش راكب على بعضه. فانا ممكن اسيب المتابعين يقولوا لك رايهم في الكومنتات، وكمان اهل العلم واهل الدين. فحاسه ان الموضوع حرام، فانا ما اقدرش اقول رايي. ورايكم مهم جدا، ويا ريت شير ولايك وتشاركوها الرأي علشان الرأي بتاعكم مهم جدا في الموضوع. ودي كانت حكايتنا، خليكم معايا في حكاية جديدة من حكاوي هناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.